يا اهلا يا اهلا يا اهلا. عايزين بقى الناس كلهم يدخلوا علشان هنتكلم في حاجات مهمة جدا النهاردة، وكمان حاجات تخص النادي الاهلي عشقي. يلا يا اهلا بالناس اللي دخلوا. نبتدي بكلامنا ونقول ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، فوزوا على الاتحاد النهاردة بنتيجة 3-0. مبروك حفاظ الأهلي لغاية دلوقتي على صدارة الدوري وعلى المركز الأول. مبروك للنادي الأهلي 18 نقطة لغاية دلوقتي. مبروك للنادي الأهلي إنه لغاية دلوقتي سادس ماتش يلعبه في الموسم ده ويبقى كسبان فيه. مبروك للأهلي وجماهير الأهلي، ومبروك الفوز والاكتساح الدوري. مبروك 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 النادي الأهلي. وحقيقي فخورة ان انا اهلاوية، ودي حاجات بقولها كتيرة قوي في لايفاتي وفيديوهاتي، واظن كل الناس عارفينها. يلا بينا نبتدي وندخل في تحليل المباراة النهاردة، علشان الناس اللي ما كانتش حاضرة المباراة، علشان الناس مثلا اللي هم فاتهم كام حاجة كده، انا هوضحها لهم وهنتكلم في التحليل مع بعضينا. واي حد عنده تعقيب على المباراة يقدر يكتب لي كومنت دلوقتي ويشجعني دلوقتي في الكومنتات. يلا بينا. يلا نيجي نتكلم اول حاجة عن التشكيل. فاحنا هنيجي نتكلم ونقول الشناوي حارس المرمى، وعندنا عبد المنعم وياسر ابراهيم، وعندنا اكرم توفيق، وعندنا كريم فؤاد، وعندنا معلول وديانج والسولية وسابي وعبد القادر وبيرسي تاو 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 تاو. علشان 3 اهداف فاحنا نقول تاو 3 مرات كده. بيرسي تاو هو اللي افتتح لنا المباراة بالهدف بتاعه، بسم الله ما شاء الله عليه. هو ابتدى المباراة بهدف ونهى المباراة بانفراد ضيعها. بسم الله ما شاء الله على بيرسي تاو النهاردة. بأمانة قبل ما ادخل في تحليل اداء لعيبة او تحليل الماتش نفسه، بيرسي تاو والشناوي رجالة وأسود المباراة والملعب النهاردة. الشناوي شنو وبيرسي تاو هما اللي كانوا محليين الماتش النهاردة، هما اللي خلونا نتفرج على الماتش، هما اللي كانوا عاملين السسبنس كده في المباراة النهاردة. الشناوي وتاو تاو تاو. ندخل بقى في تحليل الماتش. الهدف الاول في الدقيقة 11 بأسيست من عبد القادر، بعد ما كان هيضيعها احرزها بيرسي تاو. عبد القادر كان هيحرز هدف لكن ضيعه، بس لحقوا مين؟ بيرسي تاو نجم المباراة. الهدف الثاني كان في الدقيقة 31 من ياسر ابراهيم برأسية حلوة وأسست احلى من علي معلول. في حاجة عايزة اضيفها، ضربة الجزاء كانت في الدقيقة 44 للاتحاد، لعبها ابننا محمود علاء. ربنا يكرمك يا حبيبي، ده ايه الحلاوة والشطارة دي؟ انت من امتى يعني؟ بجد مش عارفة اقولك ايه، انت اتحسنت اكتر، يعني انت اتحسنت عن قبل كده بجد. ووشك حلو دايما على النادي الاهلي، يعني انت في اي فرقة بتلعبها وبتيجي الماتش اللي قصاد النادي الاهلي انت ايه اللي بيحصل لك؟ يعني انا كاهلاويه بقول لك ايه يا اسطى، مش كده، اهدى كده، ايه اللي بيحصل لك؟ فيه ايه؟ على ما اظن يا جماعه من ساعه الهدف بتاع قفشه وهو مش قادر ينسى، من ساعه القضيه بتاعت قفشه وهو مش قادر ينسى اللي حصل. عشان كده بيجي قصاد الاهلي تحس ان هو ايه، جاله تشنج كده ومش عارف هو بيعمل ايه يعني والنبي في مدرب عاقل قصاد النادي الاهلي يختار محمود علاء؟ فين المنطق؟ فين العقل والنبي؟ نيجي بقى نتكلم ونقول ان الحمد لله، بما ان المدح ده كله فاكيد طبعا حارس مصر الاول، اسد ووحش افريقيا الشناوي اكيد طبعا صدها. بسم الله ما شاء الله على الشناوي، وفي كل حته هيجي فيها الشناوي النهارده هقعد امدح فيه لانه يستاهل. الشناوي الماتش اللي فات واللايف اللي فات طلعت وقلت ركز يا شناوي،
الشناوي ركز، فوق يا شناوي، ما كانش ينفع ادائك الماتش اللي فات. اديكوا شفتوا الاداء الماتش ده، ضربتين جزاء، ضربتين جزاء، الاولى شاطها صدها، والتانية هو راح معاها بس هي اصلا ما كانتش في المرمى، هي كانت بره. فعلشان كده انا بحيي جدا الشناوي اللي سمع كلامنا ومرضاش انه يزعلنا زي الماتش اللي فات، وحسن من ادائه اكتر بكتير. الشناوي رجع لمستواه، ونجم المباراة في الشوط الاول والشوط التاني الشناوي وبرسيتاو. في الشوط التاني وفي اول دقيقة في الشوط التاني ضربة جزاء لصالح الاتحاد. متخيلين ان هو في اخر ربع ساعة ضربة جزاء في الشوط الاول، وفي بداية الشوط التاني في اول دقايق تبقى ضربة جزاء؟ اللي هو في ايه؟ في ايه؟ صدها وحش افريقيا الشناوي لما لعبها احمد عادل ميسي، لما لعبها احمد عادل ميسي صدها الشناوي. هي دي اللي هو ايه يعني، اللي هو تعالى لي ايه ده انت ما جيتش، دي خرجت بره. اللي هو يعني حقيقي حقيقي برافو على فن اختيار اللعيبه اللي هتلعب ضربات الجزاء في نادي الاتحاد. برافو حقيقي، ومبسوطه جدا من ادائهم جدا جدا جدا. وبالمناسبه ديت الاستحواذ كان 59 للنادي الاهلي 41 للاتحاد، وانا شايفه ان المفروض الاستحواذ كان يعلى عن كده بالنسبه لي. طبعا في حاجه عايزه اقولها، تمريرات عيب كده، تمريرات حلوه من بيرسيتاو، ومش بس بيرسيتاو، من كل اللعيبه، ومن عبد القادر وعلي معلول ومن اكرم وعبد المنعم وياسر وسافيو، وحقيقي كلهم كانوا عاملين اللي عليهم بالتبديلات اللي هقولها لكم شويه كده. لعيبه النادي الاهلي لعبوا بعزيمه، واكيد اكيد اكيد مش هننسى ان في الدقيقه 87 بيرسيتاو ضيع انفراد زي ما قلت لكم في اول اللايف باسيست من الشحات. الشحات في حاجة حابة اتكلم عليها، رغم انه كان من التبديلات ونزل في الاخر خالص، ولكن يعني كان في كذا لمسة ليه حلوين، ومن ضمنهم الاسيست اللي صنعه لبيرسيتاو بسبب الانفراد دوت اللي بيرسي ضيعه. فعلشان كده الشحات مستواه كان حلو النهاردة بالنسبة للوقت اللي هو لعبه. الهدف الثالث علشان نقول تاتا 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 والاتحاد شال 3، تاتا 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 والاتحاد شال 3. والله احنا كأهلاوية طماعين، وكان نفسنا ان الاهلي يشيله اكتر من 3 ونقول له ابلع، بس الحمد لله خلصنا ب3. بس ان شاء الله المره الجايه لما تيجي تلعبنا جهز نفسك بقى على اقوى من كده بقى، مش بس 3. اصل 3 ده لعب عيال، يعني 3 دول صغيرين. احنا بنلعب اكتر من كده، احنا بنلعب باهداف اكبر واعلى من كده. اهدافنا النهارده كانت سهله يعني مش قويه جدا، عشان اقول لك برضو الهدف الثالث كان في الدقيقه 90 والاهلي، انا قلت ان الاهلي لو في الشوط، لان هو احرز الهدفين في الشوط الاول، فانا كنت وانا بتفرج على الماتش قلت لو الاهلي دلوقتي، لان احنا كنا خلاص قربنا نخلص الشوط الاول، قلت يا اما هيجيب هدف في الشوط الثاني في اوله، يا اما هيجيبه في اخره في الدقيقه 90 بالظبط. واهو في الدقيقه 90 يعني الاهلي مهما عمل بيجيب اجوان في 90، كان عنده كان ما عندهوش، بيجيب اجوان في الدقيقه 90 النادي الاهلي. اللي صنع الهدف باسيست من مجدي قفشه، والاروع استنوا بس يا جماعه عشان معلش الهدف ده لازم نتكلم عنه، احنا ما ينفعش نفوته كده برضو. بترقصات صانع الالعاب مجدي قفشه بحلاوه ورقي وبكل هدوء، مجدي قفشه عدى من حارس المرمى. هو ماشي بالكوره، هو عارف ان حارس المرمى هيجيله، فاللي هو ايه ده انت جاي لي، لا دخل كده بالكوره وعدى عدى بيو اداه لاكرم توفيق، واكرم توفيق احرز الهدف. علشان كده من ضمن
الاهداف بتاعه الاهلي النهارده، الهدف الثالث دوت يتبروز في برواز ويتحط جنبيه هنا، يتحط هنا جنبيه جنب ابو تريكه حبيب قلبي. الهدف الثالث النهارده رائع من ناحيه مجدي قفشه. فانا على ما اظن ان بعد الهدف اللي احرزه رجعت له الثقه، لان حسيت كده شويه، ومش انا بس، بعض من جماهير الاهلي، ان ثقته شويه وانه زعلان شويه بسبب ان هو لما بينزل مفيش اي لمسات بيقدمها، مفيش اهداف، مفيش اي حاجه بيعملها. فعلشان كده لا، ابتدى ان هو يركز شويه، وكان اداؤه كويس جدا بعيد حتى عن الهدف اللي احرزه، كان اداؤه كويس جدا. وعلشان كده مجدي قفشه من ضمن اللعيبه الكويسه جدا في المباراه. نيجي بقى نتكلم ونقول ان في نقط انا عايزه اتكلم فيها، ونقط مهمه جدا، باستثناء ان كان في كمان ضغط كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي على لعيبه نادي الاتحاد، وكرات طوليه كتير وعرضيات ورميات تماس، وما شاء الله على النادي الاهلي. والف مبروك للنادي الاهلي صداره الدوري لغايه دلوقتي ب 18 نقطه، وحصوله لغايه دلوقتي على المركز الاول. النقط اللي انا عايزه اتكلم فيها، اتمنى ان احنا ما نتراجعش، وان احنا نفضل نلعب في الشوطين زي بعض. يعني ما ينفعش يبقى الشوط الاول مثلا ادائنا فيه كويس جدا واحرزنا فيه هدفين، ونيجي الشوط التاني ونهدى كده ونهدى بالريتم. لا، دي ما ينفعش، ده ما ينفعش في اللعب. مستر كولر لو سمحت الشوط الاول يبقى زي الشوط التاني، التاني يبقى زي الاول. تمام يا مستر كولر؟ في حاجة كمان عايزة اقولها، جهة اكرم توفيق وجهة كريم فؤاد، نفس الجهة، كانت ضعيفة النهاردة، الجهة اليمين ضعيفة. اتمنى مستر كولر برضو نقطتين، مستر كولر اتمنى مستر كولر يشتغل على الجهة دي، وانه يحاول انه يشغلها اكتر من كده. انا مراعية اكرم توفيق انه تعبان بسبب كذا ماتش، وبسبب كذا اصابة حصل لهم، وبسبب النهاردة الكرة اللي جت في زوره، وانه حقيقي انا بسقف له على مجهوده الكبير اللي هو عامله، لانه من ضمن التشكيل الاساسي في النادي الاهلي. علشان كده هو واقف على رجله ومش راضي ان هو يتهزم خالص بسبب التعب اللي هو، بسبب الاصابات الكتيره اللي حصلت له في كذا ماتش ورا بعضيهم وخبطات كتيره. نحمد ربنا قوي ونشكره انه مستحمل كل ده، الحمد لله. كده احنا خلصنا الماتش، بس في حاجة انا عايزة اقولها. احنا خلصنا الماتش، بس ايه، النادي الاهلي النهاردة كان في قرعة لمجموعات الدوري ابطال افريقيا، كان في قرعة لمجموعات دوري ابطال افريقيا، والمجموعة النادي الاهلي كانت مكونة من الاهلي، سان داونز، والهلال، والقطن. دول الاربع فرق اللي كانت في المجموعة تبع النادي الاهلي. الناس كلها بتقول ان المجموعة صعبة قوي وتقيلة جدا، بس انا عايزة اقول حاجة واحدة، التقيل ملوش غير التقيل. النادي الاهلي ما ينفعش يتحط في فرقة اي حاجة، لا طبعا لازم يتحط في مجموعة فرقها تقيلة برضو، لان الاهلي تقيل، وانا واثقة في الاهلي، وان شاء الله باذن الله هناخد الدوري وهناخد ال11 يا اهلي، هناخد ال11 يا اهلي. في حاجة عايزة اقولها كمان، بحب اهنئ النادي الاهلي على ال18 نقطة لغاية دلوقتي، وفوزه على الاتحاد النهاردة بنتيجة 3-0. مبروك علينا يا اهلاوية الفوز، مبروك علينا ال3 نقط يا اهلاوية. واستنوني في لايف جديد وتحليل جديد عن النادي الاهلي، وما تنسوش تكتبولي رأيكم في ماتش النهاردة ورأيكم في التحليل، وتاخدوا شير كتير قوي لللايف. ومع السلامة.